رأيت والدي أمس في المنام يا شيخ، نعم. كأني في عزاء الوالد. نعم. وكان في ثنتين نساء ما أعرفهم. نعم. يسلمون علي ويعطوني ظروف فيها فلوس، ورفضت إني آخذها وبشدة. إيه. ففي نفس اللحظة طلعت من العزاء، اتجهت إلى غرفة فيها والدي، ما أدري هي مستشفى شيء زي كذا، الباب فيه زي الشباك، يعني فيه زي القزاز. طالعت في القزاز كان في 3 من أخواني، منظر كذا يعني حزين أو منظر غير جميل. إيه. فتحت الباب بقوة. شفت الوالدة كانت بعباءتها السوداء وحجابها، خلفها الوالد رحمة الله عليه، كان يعني كأنه محروق، ملفوف في قسطير، في يعني شاش. دخلت أصيح إنه أحرقوك أحرقوك، أقصد ال3 الأخوان اللي أنا شفتهم. فالوالدة مسكتني ودخلت يدها بفمي وتقول لي كان يدعي لكم، كان يدعي لكم، كان يدعي لكم، انها تخفف علي يعني. طلعت من الغرفة ورجعت للعزاء، فكانهم يقولون لي في شخص كان يعرف الوالد متوفي الله يرحمه من أصدقاء الوالد، كأنهم يقولون كأنه حي، يقولون هذا الشخص حكم عليه بالإعدام. كأني اتذكرت أن بنتها وقفت معي في العزاء، فقلت أنا بخبرها بوفاة والدها علما أنه يعني ميت مسبقا. جيت عندها قلت لها اذكر الله، تعددت الأسباب ولكن الموت واحد، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. قعدت أصبرها قبل ما أقولها خبر وفاة أبوها، وحضنتها وقعدت تبكي وأنا أبكي. رجعت لنفس الغرفة اللي فيها والدي، كان ما فيها أمي ولا فيها أخواني. فأنادي على أبوي، أبوي تسمعني، أبوي تسمعنا؟ رد إيه نعم أسمعكم أسمعكم، وحاول يقوم من مكانه. وكأن أختي الكبيرة بكامل حجابها جد قفزت عند الوالد وانتهى الحلم. أسأل الله العظيم رحمن الدنيا ورحيمها أن يجعل مثواه الجنة، آمين يا رب العالمين، وأن يتجاوز عنه، آمين يا رب، وأن يغفر له إنه القادر على ذلك، وأن ييسر عليه حسابه ويمن له حسابه. آمين يا رب العالمين. شيخ، مع العلم أن الوالد رحمة الله عليه طيب الذكر، مصلي في المسجد، نشهد له يعني بأعمالها الطيبة والصالحة في الدنيا. يعني الوالد الحمد لله الحمد لله، يعني كان وفاته، يعني الوالد لما احتضر كنت عنده، و3 أنا وأختي الثانية وواحد من أخواني. كانت موتة طيبة، شهدناه، كان القرآن شغال عنده لآخر لحظة. كان الوالد من مقيمين الصلاة في المسجد إلى أن تعب، يعني الوالد تعب كثير، كان مريض قلب. نعم. كان عنده فتاق في البطن، يعني كان آخر فترة تعبان جدا. واضح واضح من الرؤية، واضح من الرؤية. كم عمر الوالد عندما توفى؟ يمكن 90 يعني. طيب الوالد عانى خلال فترة حياته من مشاكل أسرية وخاصة مع بعض الأقارب. نعم، يعني مات الوالد وإحنا على خلاف، اعتداءات، احنا كأخوان. نعم، من المقربين جدا له. نعم، احنا أبناء كنا على خلاف. أي كان متزوج أكثر من امرأة هو؟ لا، امرأة واحدة اللي هي والدتي. طيب والخلاف كان مع أولاده الكبار؟ نعم كنا يعني على خلاف. ولا زال الخلاف حتى بعد وفاة؟ ولا زال قائم، وبشكل كان شكل مؤذي جدا للوالد. جدا جدا جدا. كانوا يوقفون بوجه الوالد؟ كانوا حاربين من رؤيته وزيارته ال3 الأشخاص اللي رأيتهم في الحلم. من هم هذا ال3 الأشخاص؟ أخوانك؟ أخواني، الأخ الأكبر. نعم، الأكبر مني. الأكبر منك، وفي أكبر منه، وفي 3 هم 3 أكبر أخواني و2 كمان. خليني أسألك معلش، من الآن اللي حصل الورث، ولا إلى الآن ما وكلت واحد؟ 5 يوم عزاء يا شيخ، ما قد تكلمنا في هذه الأمور أبدا. طيب حاولوا بجهد المستطاع أنكم ما توكلون إلا واحد من الأخوان. الثقة واللي يخاف الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يسوء فيكم الحال بعد وفاة الوالد. هو ما أخذ صك ولاية عليه يا شيخ. يعني سحبه لما أخذ صك ولاية عليه، حبسه في بيته، احتجزه، منع والدتي من شوفته، ومنعنا إحنا من زيارته. واضح والله. اسكتي بالله عليك،
الله يرضى عليك اسكتي، الله يرضى عليك. والله العظيم انه اقشعر بدني كامل وجسمي كله، وانا تعبت، والله تعبت، والله شيء مؤلم، والله شيء مؤلم. يعني الى متى، الى متى، وكيف، وش الناس هذولا، كيف، وش هالقلوب، وش هالقلوب اللي يعني اب في سن متقدم يهان في بيته ومن اولاده. اسال الله العظيم رب السماوات والارض ان يغفر له وان يجعل ما اصابه في دنياه كفاره له يا حي يا قيوم. اللهم امين. ابوك شوفي الرؤيا، بعدين برجع اتكلم معك، ما راح تطلعين، ما راح تطلعين لان انت تطلعين بنفسك. الرؤيا تقول ان الوالد مر بظروف صعبه جدا وقاسيه، وربما حتى اوذي بعمل اصابه في الباطنيه واصابه في اكثر من مكان من جسده. الوالد ما توفى بالسهل، الوالد مريض من سنوات، قد تتجاوز 30 سنه او 40 سنه حتى، مو على وفاته، هو مريض من زمان، يعاني من الباطنيه خاصه، وربما والله اعلى واعلم حتى كان يعاني من مشاكل جلديه وعظام. نعم، كان آخر شيء كسر في الفخذ اللي قبل شهر من وفاته. نعم، واضح في الرؤيا أنه أصيب بمشاكل حتى في العظام، وهذا أنت قلتيه كسر في سن متقدم، وعنده مشاكل في الجلدية، حتى الجلدية ربما عانى منها، والباطنية تحديدا، الباطنية بما فيها القلب. نعم، كان عنده فتاق لسنوات ما يقدرون يسوون له أي إجراء لأنه ما يتحمل البنج، كان يتعب منه تعب شديد. ومع ذلك الله أعلى وأعلم كان صامت جدا جدا جدا، والله يا شيخ كان يقول الحمد لله. كان صامت، كان صامت لأنه أنت في المنام سألتيه قلتي تسمعني؟ قال إيه أسمع، لأنه كان في الواقع صامت ما يتكلم أبدا، حتى إذا سألتوه عن شيء 10 أسئلة يجاوب عن سؤال واحد والباقي ما يجاوب فيها. صح. الله يغفر له، قولوا آمين. 14,400 إنسان قدامي، آمين يا رب. كلنا